يا ترى مين بيعكس رأي المخابرات المصرية؟ أيوه مفيش غيره، خالد صلاح. خالد صلاح بيمثل رأي المخابرات المصرية، نسمع منه ونشوف رأيه في أذية الشعب القطري. يرضيك كده يا خالد يا صلاح؟ انا النهارده احنا ليه ما بنستهدفش قطر؟ لا بجد يعني احنا ليه ما بنستهدفش قطر كدوله وكشعب وككل حاجه؟ النهارده لماذا لا نستهدف قطر؟ ليه ما نقومش ضدهم بعمليات؟ انا مش فاهم ليه. ايه ما نعملها يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ فانا ادعو الى التخطيط لاستهداف قطر على مستوى الدوله بقى، على مستوى اللي بيحبوا الدوله، على مستوى الناس الكويسه، على مستوى الفداء الشعبي، المقاومه الشعبيه، زي ما انتوا عايزين. انك شرير صحيح. ده كده تحريض رسمي، تفجيرات ومقاومه شعبيه جوه قطر. لا يا خالد، يعني حتى لو قطر عملت حاجه نجيب الحاجه دي ونطلع بيها على المحاكم الدوليه. ارواح ناس يا خالد اللي بتتكلم عنها دي. لا اخصى عليك، يعني لما نروح نشتكيك لجمعيه الشريرين المصريه يعني دلوقتي شكلك ايه؟ لا 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 لا، خالد لا يمثل منهج المخابرات الصحيح. احنا عايزين حد جميل كده، حد من الجنس الحنين، حد من الجنس اللطيف يفهم خالد الموضوع هيتحل ازاي كويس. احنا عندنا أزمة في العلاقات المصرية القطرية، احنا عندنا خلاف واضح جدا مع بين القاهرة والدوحة. تفجير أو اتنين عندكم جوه قطر، في قطر قد كده كل 5 بيقابلوا بعض فيها بالصدفة في نفس اليوم. تفجير أو اتنين. انت واضح انك شرقانه انفجارات. ايه حاله النشوه اللي عندك دي؟ ايه جو ما تيجي على البلاط ونعمل انفجارات ده؟ لا بقول لك ايه حلك عندي. بصي انت تاخدي ده ماشي وتفجري بيه مطرح ما انت عايزه براحتك بقى. تحريض على الهوا كده يا لميس. معلش يعني يا لميس، يعني احنا اعلاميين زي بعض، ما ينفعش اسكت على حاجه زي كده. وفعلا انا ما سكتش، وبعتنا ايميل للانتربول بالفيديو بتاعك عشان تتربي بعد كده.